يا صباح السعادة. يلا نحضر غدا او فطار سهل كده وسريع، مش هياخد منك وقت. عندي هنا بطاطستين، انا قشرتهم بالشكل ده وقطعتهم مكعبات وغسلتهم وحطهم على النار. اما تاني حاجة بقى، فانا هعمل تاني طبق هيبقى شكشوكة. هجيب بقى بصلاية كده متوسطة بالشكل ده كده، وهقطعها بقى قطع مكعبات وهحطها عندي بقى في طاسة، وهنزل بقى في الطاسة بتاعتي ديت بزيت او سمنة براحتك. عشان اشوح البصل دي هحطها على النار عقبال بقى ما اقطع بقيه الحاجات التانية. المكونات الشكشوكه بتبقى عباره عن فلفل وطماطم وبصل، بس ده اللي انا بحطه فيها، اكتر من كده مش بكتر. في حاجات تانية بقى بتبقى عجة بيض او بطاطس، دي بقى بتتعمل بخضرة بردك وشبت وكده، بس انا عامله هنا شكشوكه. حطيت بقى البصل يدبل على النار، وعندي بقى الفلفل بتاعي كده بقطعه مكعبات بردك صغيره بالشكل الحلو ده. وعندي بقى طماطمايه بردك هي هقطعها كده بالشكل مكعبات كده بردك صغيرة. وبحط الطماطم اخر حاجة بعد البصل. بحط البصل الاول، بعد كده بحط الفلفل والطماطم، بقلبهم ببعض كده. هقفل عليها الغطاء بتاع دقيقتين بالظبط. وهنزل بقى عندي كده بالبيض بتاعي، بقى اي كمية من البيض بتاعتك. انا كنت عاملة 5 بيضات، وحط عليهم فلفل اسمر وملح. هقلبهم تقلبتين كده لما البيض بتاعي يعني يستوى. هقفل عليهم بقى النار، وهغطيهم بس 5 دقايق على الغرف بقى وكده، وخلاص دي الشكشوكة بتاعتنا. دي بقى البطاطس بتاعتي كانت يعني استوت وكده. صفيتها من المية كلها، وحطيت لها بقى فصين توم، كزبرة، ملح، وكمون. مش هحط زيت لان البطاطس دي انا محتاجاها كده من غير زيت، لاني هاكلها في الدايت. طبعا تقدري تحطي زيت او سمنة بلدي بتبقى حلوة جدا، او زيت زيتون، بس انا صراحة مش بحب زيت الزيتون، فعشان كده عملتها من غير زيت خالص. بس كده بقى. عندي بقى طماطمية قطعتها مكعبات، وعندي هنا جبنة قريش. الجبنة القريش دي انا بشتريها العلبة كده على بعضها، بتبقى اسمها تحابيش، فيها عبارة عن حبة البركة وزيت زيتون، وفيها فلفل الوان. هنزل بقى بمعلقة من الطحينة، معلقة صغيرة كده، ورشة من الملح، ورشة كمون وكزبرة، وهقلبهم كده ببعض. لان الجبنة صراحة بتبقى دلع، مش بتبقى يعني ما فيهاش نسبة ملح. بس كده ده الطبق بتاعنا والشكشوكة. وعندنا البطاطس. اخر حاجة بقى هنعملها عندنا في روتيننا الحلو ده كده. إيه كان عندي كيس لوبيا صراحة، غسلته كده وحطيته على النار يتسلق. وبعد كده ما خلص سبته يهدى شوية، وصفيته من ميته وغسلته. وهكيسه بقى في اي وقت احتاجه، لاني طبعا احنا عارفين الجو لما بيبقى شتا وكده، او ساعة بتبقى عايزة تقوم تحضري اكلك على طول، ما انتش قادرة تقفي بقى وكده من الساعة. بس كده. وكيلو ده كان عبارة عن كيلو من اللوبيا، غسلته وعملته بالشكل الحلو ده.